السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف محمد. اليوم غادي نشارك معكم هاد لا فيديو اللي راح تكون اروع فيديو ليا في القناة، وهو تحضيرات لحفلة البكالوريا تاعي اللي نسحقكم كامل تباركوا لي في لي كومونت. وباذن الله هاد لا فيديو راح تكون متنوعة وفيها بزاف افكار للمناسبات والافراح تاعكم. قبل ما نبداو في الفيديو تاعنا ما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس هكذا باش توصلوا بكامل الوصفات. نبداو على بركه الله. هنا بعد ما كنت اخترت الالوان اللي راح تكون في الحفله تاعي وجدت لا ليست تاعي ورحت شريت عند لوازم الحلويات اللي موالف نشري عليه، شريت كميه من الحوايج اللي كنت نسحقها. هنا بدينا على بركة الله. كنت بديت بالطراجل اللي كنت خيرت هذا الشكل اللي كنت زدت له بابيون باللون الازرق اللي راح يكون هو اللون الغالب في الحفلة تاعي. شوفوا الشكل تاعو الله يبارك كيفاش يجي ما شاء الله، شكل راقي. بهذا الشكل درت هذا الشكل للقهوة والتاي، درت الكمية تاعي درت 300 حبة. هذا كان الشكل الاول. والشكل الثاني اللي كان للمملحات كنت درته بهذه الطريقة، كنت درت له تيب في الوسط ولصقت له هذا الملصقة وجا الشكل هذا. شوفوا لي هذاك الشكل اللي تحصلت عليه، شكل ما شاء الله راقي وبسيط وثمثم يوجد معاكم. شوفوا لي الاشكال اللي درتها، قولوا لي في لي كومنتير اذا عجبوكم هذه الاشكال من الطراشن اللي راح نخلي لكم الطريقه تاعهم في الفيديو القادم ان شاء الله. بعد ما كملت الطراشن تاعي كنت رحت جبت الفال تاعي بهذا الشكل. انا اخترت هذه الاشكال تاع الحلوى اللي يكون الذوق تاعهم بنين. وهنا شوفوا لي هذيك لابواط اللي اخترتها، لابواط الشكل تاعها بزاف راقي ودرتها زينتها بهذه الطريقه. اكتبوا لي في لي كومنتير ايضا اذا عجبتكم لابواط اللي خيرتها. وهنا كنت فرغت كامل الحلوى تاعي في سنيوه. وهنا كانوا العائله تاعي كانوا رشقوا عليهم كما راكم تشوفوا في لا فيديو. بهذا الشكل خلطنا كامل الحلوى وهنا بدينا نسنو فيها في لي بواط تاعنا بهذه الطريقه. الكميه تاعي اللي كنت محددها هي الكميه تاع 150 حبه. شوفوا ما شاء الله هذاك الشكل اللي تحصلت عليه في الاخير كان شكل راقي وجاو لي بواط ما شاء الله جاو روعه. كما راكم تشاهدوا لي بواط تاع الفال اللي كنت درتهم هذو هما، ولي بواط تاع الحلوى ثانيين كانوا بنفس الشكل، لكن الحبات اللي يكونوا يرفدوا زوج حبات فقط. اما عن افكار اللي كنت ماخذها في الحفله تاعي انه يكون الوان متناسقه وتكون ماخذه نفس الشكل. كما انا راح نشاهدوا في لا فيديو كنت ماخذ اللون الابيض والازرق واللون الذهبي، هذو هما الالوان اللي كنت مبازي عليهم. وهنا كنت بديت في الحلوى تاعي. كنت هنا بسست المقروط اللي كنت بسستو ليلة من قبل باش نخدمو غدوة من ذاك. شوفوا ما شاء الله كيفاش جا الشكل تاعو. شوفوا هنا بعد ما كان استراح المقروط تاعي بديت نشكل فيه، درت له كمية من تمر في الداخل وشكلته بهذه الطريقة. درت هذه الزوج اشكال جا الشكل ولا اروع. ثاني الذوق الله يبارك جا روعة. المقروط تاعي لا يعلى عليه. بإذن الله راح نشارك معكم الوصفة بالتفصيل في الأيام القادمة بإذن الله. شوفوا لي الشكل الأول اللي درته كان هكذا. هذا الشكل الأول كان عجبني قراف، والشكل الثاني كنت درت هذا الشكل اللي يجي بهذه الطريقة. وهنا بعد ما كنت طيبته شوفوا لي هذاك اللون وهذاك اللون الذهبي اللي خذيته لي الحب ما شاء الله جاي يذوب في اليد قبل الفم، وكامل مع عريض عجبهم المقروط نتاعي. وهنا كنت خليته برد شوية وبديت نعسل فيه. بعد ما عسلته رحت ديريكت درته في لي كيسات. شوفوا لي الشكل اللي تحصلنا عليه ما شاء الله. وانا حمصت المكسرات تاعي اللي كنت راح نديرها. كنت درت الكاجو والجوز ودرت السوريز. شوفوا لي الشكل الاخير اللي تحصلت عليه ما شاء الله جا شكل راقي. نروحوا للموديل ثاني تاع الحلوى اللي كنت درتها في لي بواط. كنت درت هذا الشكل قلوب اللي كنت شاركت معكم الوصفة بالذوق الشوكولا السوداء. وهنا في الحفلة تاعي كنت اخترت نديرها باللون الذهبي والابيض. شوفوا لي ما شاء الله كيفاش هنا كنت وجدت هذا القلوب للتزيين اللي كنت درت لهم الناكري دوري من الفوق. وهنا الحبات تاعي كنت حشيتهم بالكريم اللي راح نشارك معكم الوصفة بالتفصيل في الايام القادمة باذن الله. بعد ما كملت كامل كمية تاعي هكذا كما راكم تشوفوا رحت حشيتها كامل. هنا كانوا وجدوا ثاني القلوب تاعي. رحت ذوبت الشوكولا تاعي شوكولا بيضاء شوكولا غلاساج وبديت نقلاسي في الحبات تاعي كامل. شوفوا لي في الاخير هذاك الشكل اللي تحصلت عليه شكل راقي وبسيط ويجي في الباطا ما شاء الله يجي الشكل تاعو روعة. وعلى البنة ما نحكوش.
شوفوا لي هذاك الشكل. قولوا لي ثاني ايضا في لي كومنتير اذا عجبكم الموديل الثاني اللي راح نديرو. وهنا بديت نوجد في الكيكات تاعي الموديل الثالث اللي كنت راح نديرو في لي بواط ايضا. شوفوا لي هذاك الحشو يجي معسل الله الله. كملت كامل الكميه تاعي هنا وطيبتهم. هنا كان تحذف لي الفيديو اللي كنت صورت لكم التحضيرات تاع الطياب، كنت خليت لكم هنا في الاخير. شوفوا ما شاء الله الشكل اللي تحصلت عليه. انا اخترت انه ندير شكل بسيط ويكون راقي وما يكونش فيه بزاف خسائر كيما عجينه السكر كامل نطيشوها كيما على بالكم. شوفوا لي هذاك الشكل اللي تحصلت عليه. وهنا بديت نسني في لي بواط تاوعي اللي كنت درت لي بواط تاع 2 حبات، حبه كيكات وحبه صابلي بريستيج بهذا الشكل. قولوا لي كيفاش جاكم الشكل تاع لي بواط تاوعي، واذا كنت موفق في اختيار الالوان واذا عرفت ننسقهم. شوفوا ما شاء الله لابواط تاعي كيفاش جات. اما عن تنظيم هذه الحفله كنت انا منظمها من الاول. كنت في الاول بديت اخترت الالوان اللي راح يكونوا في الحفله تاعي. الالوان الاساسيه اللي كنت اخترتها هي اللون الازرق والابيض واللون الذهبي. كما راكم تشوفوا كامل الاشياء تاوعي كانوا بهذه الالوان. كنت درت القائمه تاع المعارض تاوعي وزدت درت القائمه تاع المشتريات، رتبتهم كامل ورحت شريت باريحيه. هنا كنت وجدت كامل لي بواط تاوعي كيما راكم تشاهدوا. شوفوا الشكل ما شاء الله جاء بزاف راقي. اما عن يوم قبل الحفله كانوا بداو يتلموا لا فامي تاعي. هنا كانوا جاو خوالاتي، خالتي يعطيها الصحه ما شاء الله دارت لي هذا المسمن اللي كنت راح نقدمه مع لاتاي. شوفوا ما شاء الله المسمن تاعها لا يعلى عليه، جاء كل ورقه شفافه ما شاء الله. شوفوا كيفاش انتفخت هذيك الحبه تاعها ما شاء الله يعطيها الصحه، كان جا ولا اروع. كنت درت ثاني ايضا 150 حبه تاع مسمن اللي كان ديرتها لي في اقل من 24 ساعه ما شاء الله يعطيها الصحه. اما عن المملحات فاخترت ندير 2 موديل تاع مملحات. في الاول كنت درت لهم لي سيجار تاع لي تاكوس بهذا الشكل اللي يكونوا محشيين بالدجاج، وكنت درت لي كروكيت اللي يكونوا بطاطا والدجاج ايضا ويكونوا مغمسين في لاشابلور وقليتهم. كان الشكل تاعهم ايضا والبنه ولا اروع. وهنا نروح نوريكم لاصال اللي كنت درت فيها. كانت لاصال تاعي هذه هي كانت ترفد اكثر من 300 شخص ما شاء الله، كانت واسعه. وثاني الطاقم اللي كان منظم ثم ولا اروع. شوفوا الشكل تاع لي كروكيت والمملحات اللي كنت درتهم. ثاني الصابلي هذا عادي اللي كنت قدمته ايضا هو والمسكوتشو بريستيج كنت قدمتهم مع الحليب. ثاني ايضا جا كلش ولا اروع ما شاء الله. كامل معارض تاوعي اكلاو وشربوا ما شاء الله وروحوا كامل ساتيسفي. وهكذا كنت ديكوريت كامل مكونات تاوعي لكن ما كاش كافيني الوقت. اما على مسمن كنت روليتو وحطيت في الوسط كمية من العسل ودورته على كامل هذاك الكأس وشديته بالدبول، جا الشكل ثاني ولا اروع. اما عن الاشياء اللي كنت حطيتها في البوفي تاعي كنت درت هذا الكيك ديزاين اللي كانت جاتني هديه من والده صديق ديالي، ودرت هذا الكيك تاع الفواكه اللي كانت ايضا شكل تاعها بزاف راقي، ودرت هذا الكؤوس تاع الجازوز اللي كنت لونتهم باللون الازرق او عطر شمينغوم. وايضا درت لي كريب اللي كان درتهم لي بنت عمتي، وايضا توزيعات اللي كان فيهم آية الكرسي اللي كانت ايضا فكرة تاع بنت عمتي اللي كانت فكرة رائعة وكانت كصدقة جارية. وايضا درت كمية من المملحات اللي كنت وجدتهم من قبل. وهكذا كان البوفي تاعي. وهنا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو. اذا استفدتوا من لا فيديو ما تنسوش تبارطاجوه مع اصحابكم وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير وتخلوا لي ايضا دعوة من القلب.